صباح الفل عليكم وصباح صنع في مصر. كتير في الكيسز اللي بنشوفها، سواء بقى في افلام وثائقيه في التلفزيون، سواء ان احنا بنقراها في كتب، رايح احضر ندوه وبيحكوا ويتغنوا ازاي في الدول الغربيه ان شركه ابتدت من الجراج ووصلت ان هي تبقى اكبر شركه في العالم، شركه ابتدت من بيت اهلي وازاي قدرت اوصلها لانها تبقى شركه عالميه وتعمل نجاح. على فكره احنا عندنا في مصر النجاح، وعندنا في مصر الشركات برضه اللي ابتدت من اماكن صغيره، بس شركاتنا النهارده ابتدت منين؟ ابتدت من كافيه، ما ابتدتش من جراج بيتنا خالص، ابتدت من كافيه. اللي متابعين معانا عارفين ان احنا كنا بنتكلم في القطاع الزراعي وبنتكلم في ال6 حلقات بتوعه الاساسيين. فكان في حلقه منهم بتحتاجها اي مزرعه في الدنيا، سواء بتشتغل انتاج زراعي او انتاج حيواني، يعني هي الطاقه. عشان اشغل المزرعه دي محتاج طاقه تبقى موجوده. المشكله ان انت عشان تقدر تكسب كويس والدنيا تبقى كويسه واسعار الاراضي تبقى كويسه وتعرف تبتدي هذا الاستثمار، غالبا انت بتطلع فين؟ بتطلع في الصحراء. طب فتكلفه ان انت تاخد بقى تشغل بالسولار ولا تشغل بالكهرباء، هو اصلا ما فيش كهرباء واصله اصلا، بس خلينا نتفق في نفس الوقت اصلا تكلفه ان انت تنقل السولار تكلفه غاليه جدا. فكانت من ضمن المعضله الكبيره اللي كانت بتحصل للمزارع اللي بتبقى في اماكن بعيده، سواء انتاج حيواني او انتاج زراعي، يعني هنجيب الطاقه منين؟ وهنا ابتدت شركتنا، وابتدت شركه كارم سولر في سنه 2011. مجموعه اصدقاء في كافيه في الزمالك، احنا عايزين نعمل شركه تقدر تنتج طاقه شمسيه في مصر. قدروا وعملوها، وكانوا اول شركه تاخد الترخيص ده في مصر. وقفوا على كده؟ لا، ما وقفوش على كده. كانت اول شركه تقدر انها تساعد المزارع انها تضخ الميه عن طريق الطاقه الشمسيه. لو دايما بيبقى موتور وسولار، والحق السولار خلص عايزين نجيب السولار. فهي كانت اول شركه قدرت تقدم الحل ده للمزارع. نقف على كده؟ لا لا لا، احنا مش هنقف على كده اصلا. دي اول شركه ساعد في مصر قدرت ان هي تاخد ترخيص بانتاج وبيع الطاقه، شركه خاصه. ايه ده؟ يعني ايه؟ يعني احنا كلنا عارفين شركات الكهرباء اللي هي زي الشركات اللي بتعمل توزيع وبيع الكهرباء ويجي لنا محصل الكهرباء وادفع فلوس. لكن انت ممكن دلوقتي ان انت تقدر تعمل طاقه شمسيه عندك، وتقدر كمان تبيعها في الشبكه او النتورك بتاعه الكهرباء بتاعه الحكومه، وفي نفس الوقت تاخد عليها فلوس لو الطاقه دي زايده عن حاجتك، او ان انت تدي للطاقه الشمسيه للشبكه الصبح وتسحب منها بالليل، وفي الاخر تبقى تقريبا ما دفعتش حاجه او ممكن يبقى ليك فلوس. تحيه للناس اللي بتفكر خارج الصندوق، تحيه للناس اللي فكرت ان هي تعمل قيمه مضافه وتخش في حته جرين مفيش حد حاضر فيها. وابتدينا من الكافيهات زي ما سمعنا اللي ابتدوا من الجراشات، احنا كمان عندنا اللي ابتدى من كافيهات. صباح الفل عليكم وصباح صنع في مصر.